اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين وبصحة وخير وسعادة. وحشتوني، ما اتكلمتش معاكم من زمان. تعالوا بقى النهاردة لما نولع الفرن كده ونعمل يوم كامل أكل صحي جدا جدا، وكله سببه وخيره الفرن البلدي عادي خالص. بإيه؟ بالخشب. يعني هنعمل سمك المشوي الجميل ده بإيدينا، شايفة مقشر كده والقشرة جميلة خالص ومش لازقة فيه ولا حاجة خالص. ازاي؟ وشوينا بطاطا جميلة خالص وصحية جدا لكل اللي بقى بيعمل دايت والمرضى السكر. يعني حاجة كده كلها مشوية كده. يعني الشوي بقى بالخشب دي مدي للبطاطا طعم حلو أوي أوي، ومدي طبعا للسمك طعم تحفة كده. أول حاجة بتجيب السمك بتاعك كده ولازم تغسليه كويس أوي بإيدك. يعني بص بقى، السمك لما تشويه تطلبيه كده وبيجيلك مشوي بجد بيبقى له طعم. ولما بتعمليه بإيدك كده وتمسكي السمكة كده، تفتحي دماغ السمكة كده وتغسليها من الجنبين كده بإيدك وتغسليها كويس أوي كده، السمك بيبقى طعمه حلو جدا جدا. ولأن الحاجة انت عاملاها بإيدك وضمناها ونضفت كل حاجة بقى، المواعين اللي انت بتشتغلي فيها طبعا نظيفة، والفرن بتاعك ومشوي كده بالخشب. يعني بجد بيبقى طعمه حلو أوي أوي. وطبعا انت بتكوني رش عليه الليمون ورش عليه الملح والكمون، فبجد الحاجة من ايدك يا حبيبتي بتكون طعمها حلو أوي، غير ان انت بتطلبيه ويجيلك مشوي جاهز. لان انا جربت ده وجربت ده، فطبعا الأحسن بكتير أوي أوي انك تعملي حاجتك بإيدك وتغسليها وتنضفيها. كده غسلنا السمك ونضفناه وبقى زي الفل اهون. بتقلبيه بقى في الردة كده شمال ويمين زي ما انت شايفة. وبعد كده بتكوني مولعة الفرن، وحاطة تحته كده خشبتين أو حاجة، ده دي اللي متوفر عنده مكان ومتوفر عنده حاجة يشوي بيها، سواء خشب بقى أو قش أو ورق كراتين أي حاجة. يعني كل الحاجات دي بتشوي لك وبتبقى زي الفل. وكمان بتوفري الغاز، وكمان بتعملي حاجتك بإيدك ونضيفة. وبترصيه كده على المطرحة زي ما انت شايفة، وتكون الفرن حامي زي ما قلتلك. ما تدخليش السمك على الفرن إلا لما بيكون حامي قوي، وتدخلي بقى السمك كده وشايفة النار تحفة كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وحاجة بسيطة خالص عاملينها كده، يعني أنا اللي عاملاها كده بنفسي، برميل كده وحاطين فيه صاجة وبنشوي بيه. بجد حاجة حلوة جدا جدا. المهم تكوني شاوية حاجتك أو عاملة حاجتك بإيدك، شايفة السمك وهو طالع من الفرن كده شكله تحفة وطعمه بيكون حلو أوي أوي. بترصيه بقى كده على طول في المصفى بتاع السمك، وبترشي عليه طبعا ملح وكمون. ده ملح مبهر كده بيكون عليه كمون، وبيكون عليه 7 بهارات وبصل وثوم بودر وكزبرة. فبيكون حلو جدا جدا للسمك أو لكل الأكلات. جاهز معاك، يعني تحط منه كده على الأكل على طول، بدل ما تفضلي تحط من كل الحاجة، يعني من كل حاجة لوحدها. لا، انت بتجهزيه كده على طول وبيكون جاهز معاك. وبتعصري بقى الليمون بتاعك. بجد السمك بيبقى طعمه حلو جدا جدا. يا رب يعني يكون اي حد متوفر عنده المكان او الحاجات ديت يجرب الطريقة دي. ان شاء الله هتعجبه اوي اوي، لان فعلا طعمه بيبقى حلو اوي اوي. وكوني بقى مقطعة شبت كده وكزبرة، وترش على السمك وتغطيه بقى وهو سخن كده على طول، يعرق معاكي كده ويشد بقى من الملح بقى والليمون واللي انت رشطيه وكده تمام. والكنابيت برضو هنعمل فيها نفس الكلام، هنرش عليها برضو ملح وكمون و... وبتعصري ليمون وبتحط شبت وكزبرة وبتغطي عليها بقى. وجربوا بقى السمك بالطريقة دي إن شاء الله تدعولي. ولو حد بيعمله زي كده بقى يكتبلي في الكومنتات إن هو كمان بيشوي السمك بنفس الطريقة دي أو زينا كده. ويقول بقى هو بيشويه في الفرن الغاز ولا بيشويه في الفرن القش أو الخشب أو زي الفرن ده كده، ويقول لي رأيه فيه بيكون طعمه ايه. شايفة بقى الخشب جميل، وكمان شوينا معايا بتنجان اول. يعني بتحط البتنجانة كده برضو في الفرن بتتشوى وبتبقى طرية كده وحلوة جدا جدا. وكمان لما خلصنا خالص كان عندي بطاطا بقى، بتغسليها كويس، بتنقعيها وبتغسليها وبتفتحها كده من الجنب، وتكوني بقى ماسحة الفرن كويس وتدخليها كده في الفرن وتسيبيها. يعني الخشب الموجود دي بيسوي البطاطا، شايفة استوت وبقت حلوة جدا جدا اهي ما شاء الله.
بتقفلي بقى الفرن عليها وبتسيبيها براحتها خالص، يعني ما بتفضليش قاعدة معاها ولا حاجة، وبعد ساعة كده بتروح تلاقيها استوت وبقت زي الفل. كده خلصنا السمك والبطاطا. تعالوا بقى نجهز البتنجان كده للفطار، يعني السمك للغدا والبطاطا للعشاء والبتنجان بقى للفطار. يعني عملنا ولعنا الفرن وعملنا فيه أكل يوم كامل صحي ومفيد لكل اللي بيعمل دايت بقى، أو لمرضى السكر أو لأي حد. يعني الأكل الصحي دي مفيد للناس كلها طبعا. وكله كده يعني يعتبر ببلاش، جهزت كل حاجتك كده ولا خدت غاز ولا خدت زيت ولا خدت حاجة خالص، أكل صحي وجميل. اللي يوصل بقى لهنا يا حبايبي وعجب الفيديو بالله عليه يعمل لايك للفيديو ويشاركه مع حبايبه وصحابه. ويدعيلي كده دعوة حلوة من قلبه، ويشترك في القناة لو أول مرة يشوف القناة. وشكرا جدا جدا لأي حد شاف الفيديو لغاية هنا، وشكرا جدا جدا لأي حد متابعني وبيعمل لايك للفيديو أو أي كلمة طيبة. ربنا يديه الصحة والعافية ويجازيه بألف خير ولو بالمثل كل الخير اللي هو يتمناه. تعالوا بقى نجهز البتنجان. احنا كده قشرناه. بتجيبي بقى فلفل الجميل بتاعك كده كله من خير الطبيعة، حاجة حلوة كده وزي الفل ما شاء الله. الموجود عندك بقى فلفل أحمر أخضر الموجود، وبتقطعيه كده برضو زي ما انت شايفة بالطريقة دي. بجد البتنجان بالطريقة دي طعمه تحفة كده تحفة. وحتى لو حد عندك ما بيحبهوش برضو وكله بالطريقة دي إن شاء الله هيحبه وهيعجبه كمان، لأن صحي برضو جدا ومفيد. ومفيش فيه زيوت خالص، هي يعني نص معلقة بس زيت هتعملي بيها البتنجان، وبيبقى طعمه حلو جدا سواء في السندوتش أو تاكليه كده فطار أو عشاء، أو حتى مع السمك في الغدا. بيتحط برضو على الرز كده بيبقى طعمه حلو جدا. في ناس كتير بتحبه بالطريقة دي مع السمك. فبجد الأكل في اليوم دي كان حلو وتحفة كده، وكله كده صحي وزي ما قلتلك ومفيد. وكمان وفرنا شوية في الغاز وفي الزيوت وفي كل حاجة حلوة كده. خلاص قطعنا الخضار كله. هي معلقة زيت واحدة بس أو نص معلقة كمان اللي استخدمتها طول اليوم دي. شوفي بقى وفرت قد ايه، أو يعني استفدت من الحاجة الصحية قد ايه. ودي نص معلقة توم كده بس صغيرة. بتقلبيها كده يدوب ريحتها تطلع، تنزلي بالفلفل عليها كده اللي انت مش قطعاه ديت وتشوحيهم كده مع بعض تشويحتين. بيبقى ريحتهم طالعة حلوة جدا جدا. الفلفل مع التوم كده وهو يعني بياخد تشويحة مع بعض وكده بتبقى ريحته حلوة جدا جدا. ما تنسوش يا حبايبي تصلوا على النبي عشان كله يستفاد كده وكله ياخد ثواب وحسنات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وتعملوا الحاجة كده يا حبايبي وانتم مبسوطين، وتطبخي بحب كده وتطبخي براحة نفسية. يعني أهم حاجة الواحد يكون بيطبخ الحاجة أو بيعمل الحاجة وهو راضي عنها وراضي عن اللي هو بيعمله. صدقيني هتطلع طعمها حلو جدا جدا معاكي، وهتطلع كده لها نفس حلو. وكل اي حد ياكل حاجة من ايدك هيقول ان هي فعلا طعمها حلو، علشان انت بس بتطبخيها بنفس راضية وبحب كده. فاكيد الحاجة هتطلع من ايدك ان شاء الله زي الفل وطعمها جميل. انا حطيت هنا ملح مبهر برضو اللي هو بيبقى ملح وكمون وكزبرة وبصل وتوم بودر وملح وفلفل اسمر معلقة صغيرة كده. وغطيت عليه الخضار كده لما استوى زي ما انت شفتي. وبقى جميل كده، وتهرسيه كده بالمعلقة لما بيستوي خالص. وبعد كده تنزلي بالبتنجان بتاعك اللي انت طبعا مقشراه، وبتقلبيه بقى تقلبتين كده برضو، وبتسيبيه برضو دقيقتين تلاتة كده اما يتشرب بقى من الخضار الجميل دي والتوابل. وبجد صدقيني بيبقى طعمه تحفة كده. يا رب تجربيه، ولو في حد برضو بيجربه وبيعمله بنفس الطريقة ديت يقولي في الكومنتات. خلاص كده استوى بقى زي الفل اهون. يعني بجد يا حبايبي أكل جميل وصحي، واحنا في الأيام اللي احنا فيها دي وفي الأوقات دي محتاجين كلنا ناكل أكل صحي ومفيد. يا ريت الكل يعمل كده، وأي حد عنده مكان أو إمكانية إن هو يولع ويعمل حاجته بإيده يا ريت يعملها. شايفة طبق البتنجان تحفة كده بجد، يعني يستاهل 10 من 10 كده. والأكل جميل وسلطة خضرا بقى والسمك المشوي وكل أكل صحي كده والحمد لله. ربنا يا رب يديمها علينا وعليكم نعمة ويحفظها من الزوال، ونكون كلنا كده
بنشكر نعمة ربنا علينا وفضله وكرمه. ودي تاني البطاطا وهي مشوية تحفة كده وطعمها حلو جدا، واخدة طبعا زي ما قلتلكوا من طعم الخشب. وبجد كان يوم جميل ولذيذ. يا ريت الأيام كلها تكون كده، والحمد لله والشكر لله على نعم ربنا كلها علينا يا رب. أشوفكوا على خير يا حبايبي.